السلام عليكم. إن كنتم من المتابعين الجدد لقناة أخبار المنتخب المغربي فلا تبخلوا علينا بزر الاشتراك والضغط على زر الإعجاب فضلا وليس أمرا. قرر الناخب الوطني وليد الركراكي استدعاء لاعبين من المنتخب الأولمبي الذين تألقوا في الألعاب الأولمبية بباريس والذين قدموا مستويات كبيرة خلفت انطباعا جيدا لدى الناخب الوطني. هذا الأخير قرر استدعائهم للمعسكر القادم الذي سينطلق في 2 شتنبر القادم، وسينضاف لاعبون أولمبيون للائحة الرسمية للفريق الوطني من أبرزهم زكريا الواحدي وأسامة ترغالين، مع تسجيل عودة عبد الصمد الزلزولي الذي تألق مع الأولمبيين. كما ستسجل اللائحة تواجد لاعبين أصلا كانوا مع المنتخب الأولمبي مثل عمير ريتشاردسون، إلياس بن صغير وإلياس خماش، أسامة العزوزي. وسيشهد معسكر المنتخب الوطني المقبل انضمام مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى عدد من ركائز المنتخب الأول، مع احتمال كبير استبعاد بعض اللاعبين الذين تراجع مستواهم في الفترة الأخيرة.